ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض شيش طاووق. حتى لو مش معانا العصيان بتاعته، او يعني عملنا جبنا حاجتنا كلها وجينا على اخر لحظه ما لقيناش العصيان بتاعت شيش الطاووق، هنعمله يطلع بالظبط كانه كانت موجوده يعني معانا ومفيش اي حاجه ناقصه. طبعا الشيش طاووق احنا عارفين ان احنا بنجيب، هو بيكون قطع وراك. بس الناس بتحب الصدور ممكن برضو تخليها قطع صدور، الموضوع اختياري جدا يعني. وفي طبق بقى كبير كده حلو، نجيب فيه بصل نقطعه مكعبات، فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر وطماطم. ولو اي مكون منهم نقص عادي خالص، مفيش اي مشكلة. هنبتدي نرص يعني كأن السيخ اللي هو الخشب معانا، ونرص عادي خالص في الصينية من غيره طبعا، لانه احنا يعني جبنا الحاجة وعلى اخر لحظة وقفنا، فمش هنقف، هنعمل اللي احنا عايزينه برضو بنفس الطعم اللي احنا نفسنا فيه. بس وهنرص الصينية بالشكل ده كأن السيخ موجود. هنرص قطعة بصل، قطعة قطع فلفل الوان، قطعتين فراخ، وكده لغاية ما نخلص الصينية كلها او الكمية كلها اللي احنا جايبينها واللي احنا عايزين نعملها. و... وهنحطها في الفرن. وطبعا البانيه بنكون متبلينه وحاطين له طبعا الخلطة بتاعته كاملة قبل ما يعني البانيه دوت مش بانيه بس كده، هو البانيه متبل يعني ومحطوط له خلطات. عايزين تعملوا خلطة اللي هي السايلة بتاعت البانيه المعروفة، حلو تمام، اللي هي بتكون بصلاية وقطاية وفلفل اخضر وشوية بهارات، وبتتضرب كلها مع بعض في الخلاط ونحط البانيه فيها. دي بتبقى حلوة جميلة، مفيش مشكلة. عايزين لا بلاش كده، ومثلا نتبل البانيه لوحده بشوية ملح وفلفل اسود، ومثلا بصل بودر، جنزبيل وكاري وقرفة والحاجات دي كلها حلو برضو تمام. ممكن يعني ده وممكن ده. عصرة نص ليمونة بتوديه في حتة تانية البانيه، وبتخليه طري جدا. المهم احنا هنحط الشيش طاووق بتاعنا زي ما هو كده في الفرن. مش في الفرن بقى، تحت الشواية. يعني احنا ممكن نحطه في الفرن عادي، بس تحت الشواية هيبقى احلى. وهنستنى لما يطلع وهتشوفوا شكله عامل ازاي. ولو دقتوه هتلاقوه رائع جدا، ومن غير اي تكلفة غير المعتاد يعني. كأننا كنا هنعمل بانيه بس عملنا شيش طاووق واحلى. استنوا شوفوا لما يطلع من الفرن يبقى شكله عامل ازاي. هنا كان باقي بقى معايا شوية خضار صغيرين، في شوية فراغات برضو بسيطة كده في الصينية لسه ما فيهاش حاجة يعني، فقلت حطيها يعني فيها. اتزنقت شوية بس هيطلع شكله طعمه فظيع. ومش هنحط بقى مية خالص ولا اي حاجة زي كده، احنا هنسيبه هو منه فيه كده تحت الشواية. هيطلع ما شاء الله جميل. حطيت معلقة سمنة كده صغنطة، بصوا ده شكله لما طلع. طبعا الشوايه اديت له لون من فوق، واستوى جدا من تحت، لانه اصلا البانيه مش بياخد حاجه وهو مكعبات صغيره، فكان ما شاء الله حلو جدا. مش عايزه اقول لكم يعني الطعم، والله اللهم بارك، حاجه كده رائعه، بسم الله ما شاء الله. قدمته بقى مع شويه رز ابيض، ومعاهم بطاطسيتين، كوسه، لو اي حد عايز يعني اي حاجه بسيطه كده خضار. الخضار عامة مع شوية رز، الحاجات دي تحس الواحد لما بيجي ياكل بيحس ان هو اكل قيمة غذائية عالية كده، بحس ان هو اكل عن النواشف قوي يعني. لو انا مش بعمل خضار طبيخ، بس بحس ان الخضار عامة بيكون حلو يعني، حتى لو هو مش طبيخ بس بيدخل في الاكلات اللي هي حتى لو بتاعت يوم واحد. اتفضلوا، الف هنا وشفا على قلوبكم. طبق كامل متكامل، بسم الله ما شاء الله. ما خدش معانا 5 دقايق 10 دقايق يعني، هو مجرد التسوية، تحضير في اقل من 10 دقايق، والتسوية 10 دقايق، واقل من نص ساعة عندكم احلى طبق حاجة ممكن تاكلوها في الدنيا. بحبكم، جزاكم الله خيرا. ولو عجبكم الاكل اللي انا بعمله اشتركوا في القناة. تسلموا لي.